استاذ صلاح عبد الموجود الشهير بجمال عبد الموجود مرشح عضويه نادي الاسماعيلي، بنرحب بيك في موقع الاسماعيلي. استاذ صلاح، كل سنه وحضرتك طيب. انت طيب يا باشا. بمناسبه العيد خلص اهو، كل سنه طيب. الانتخابات على ابواب استاذ صلاح، باقي اقل من 10 ايام. عايزين نعرف استعدادات الشخصيه لحضرتك للانتخابات ان شاء الله. هو طبعا اولا انا بحيي حضرتك والموقع، وطبعا الاستعدادات دلوقتي للاسماعيلي، او احنا يعني في البدايه معلش يعني ايه بنحاول نساهم بقدر كبير في اعاده النادي الاسماعيلي الى مساره الصحيح. الاسماعيلي فريق كبير ونادي كبير وله اسم على مستوى يمكن مش بيتخطى الجمهوريه لغايه الوطن العربي. الوطن العربي كله افريقيا وافريقيا طبعا واسم كبير كده، فبنحاول ان شاء الله يعني بجهود. يعني الحمد لله الواحد عنده طبعا كنت لعيب قديم وخلفيه رياضيه كويسه. اذا ما امكن الواحد يقدر يساعد مع باقي الزملاء في مجلس الاداره اللي ان شاء الله ربنا يوفقهم. اما بالنسبه للاستعدادات بتاعتي فهي بتتبلور في ان انا بعمل زيارات لمعظم الساده الاعضاء لتعريف الناس بس بالايه اعضاء الجمعيه العموميه يعني بتروح ده الجمعيه العموميه. وهو كل واحد بطبيعته الحمد لله يعني انا ايه ليا تواجد يعني في وسط ادعي ذلك ان انا ليا تواجد مع ناس كتير والرياضيين بالذات، لان انا اصلا رياضي ولاعب قديم وبس كانت في ظروف الهجره بالذات دي، وليا اصدقاء اعتز بيهم زي الدكتور ابراهيم عاشور نائب رئيس نادي الاسماعيلي سابقا ونائب رئيس الجامعه، فهو صديق ولاعب قديم معايا. كابتن اسماعيل طرفان، كابتن عبد الفتاح متولي، كابتن حماده الرومي الله يرحمه، كابتن حميدو، كابتن احمد الغزالي الله يرحمه، فريق كبير جدا. كابتن صابر سلطان هناك كان فريق الحمد لله في الزقازيق، بس كانت ظروفنا كانت صعبه شويه في الزقازيق في الهجره، لكن الحمد لله الواحد عنده الخلفيه الرياضيه وفكر اللاعبين موجود، واحنا هنحاول نطور من يعني تحسين المسار بتاع النادي الاسماعيلي بانه يكون ان شاء الله يرجع على مكانته اللي هي المعتاده عنه. ده اللي كنت هساله حضرتك ان شاء الله لما ربنا يوفقك وتبقى تصبح عضو مجلس اداره نادي الاسماعيلي، ايه اهم القرارات او ايه الحاجات اللي حضرتك هتهتم بيها اول لما ربنا يكرمك وتبقى عضو مجلس اداره؟ انا عندي يعني قناعه وحاجه حصلت يمكن معايا انا شخصيا. كان الكابتن رحمه الله عليه الكابتن كابتن صلاح ابو جريشه والد محمد اللاعب في الكابتن الكبير بتاعنا محمد صلاح ابو جريشه، الراجل ده كان بينزل القرى والماتشات الدرجه الثانيه والثالثه في محاوله اكتشاف لعيبه كويسين جدد في الاسماعيلي ودون ارهاق مادي للنادي الاسماعيلي. فان شاء الله قولوا هذه القرارات ان هو ابناء الاسماعيليه من المدربين واللاعبين القدامى لابد من تنظيمه يعني عايز تنظيم ترجع الكشافه تاني. كشاف اللاعبين، لان الاسماعيليه مليانه باللاعبين، واحنا في الاسماعيليه بنتميز بكره يعني فيها خصوصيه دونا عن الجمهوريه. هذا الفكر لابد من اولادنا في النادي الاسماعيلي اللاعبين اللي هم يمكن بطلوا ينزلوا يكتشفوا في فايد فيه. عمر ما يكون فايد ما فيهاش لعيب كويس، عمر ما يكون ابو صوير، عمر ما يكون التل الكبير، عمر ما يكون الانطار شرق او غرب ما فيهاش لعيب في المدينه هنا. فلا بد من اكتشاف المواهب دي انا يعني فكر لازم يتبناه النادي الاسماعيلي ومجلس الاداره اللي جاي ان شاء الله يكون على هذا المستوى، لانه غير مرهق ماديا للنادي الاسماعيلي. يعني حضرتك حاطط قطاع الناشئين من ضمن اهتماماتك. ايوه. ايه الاشياء الثانيه يا استاذ صلاح اللي حضرتك برضك هتسعى ليها ان شاء الله لما ربنا عليك؟ ان شاء الله اعاده يعني او محاوله تنميه الموارد بحيث ان الاسماعيلي مش الاسماعيلي والاسماعيليه مش شويه هم يعني هم يعني مش هنتسول احنا الفلوس، احنا عندنا هنا نقدر فعلا نعمل تنميه موارد دخل للنادي متمثله في لو حاولنا ان شاء الله ومعنا الساده المسؤولين السيد المحافظ او اي جهه تنفيذيه موضوع ان الغابه دي موضوع فندق، لو اتعمل فندق او نادي كبير هيضر مبالغ هايله على النادي الاسماعيلي. موضوع انشاء المول والمحلات المقفوله اللي هي ليه خدت بالك؟ ففي يعني محاوله ان شاء الله نعمل على ان تنميه الموارد الماليه للنادي الاسماعيلي بحيث ان تكفيه وفي حدود. ويا ريت بقى نتبنى فكر خارج النادي الاسماعيلي ان للحد من ارتفاع والمغالاه في
اللعيب في عقود اللعيبه. ده بيتهيألي يا استاذ صلاح اللي عمله المجلس الحالي ان هو نزل السقف بتاع اللعيبه. أيوة. ودي حاجه يمكن تحسب للمجلس. أيوة. احنا نتمنى من حاجه يا استاذ صلاح ان المجلس يجي يحافظ على كده، ما يعليش السقف تاني ونرجع. لا بس ده يعني هيرجع مع باقي الانديه في مصر. يعني زي ما النادي الاهلي نفسه هو بيعاني برضه دلوقتي، كل هو بيعاني، بس طب ما المغالاه هي السبب في المعاناه. انا ما لعيب بيلعب ثمنه 7 و8 مليون، طب ما هو النادي مش داخله كده يعني خالص. طيب الحاجه الثانيه واخر سؤال يمكن هوجهه لحضرتك، سؤال او حاجه توجهها للجمعيه العموميه قرب الانتخابات، تقول لهم ايه؟ انا بصراحه عاوز عضو الجمعيه العموميه في النادي الاسماعيلي يفكر ما ينسقش. يفكر لما بيختار الرئيس بيختاروا ايه معاييره، هيقود النادي الاسماعيلي فين. اكيد هم المتقدمين الحمد لله ناس معروفين وشخصيات محترمه كلهم، وكل واحد ليه فكره. بس انا كناخب لابد من اختيار هذا الفكر و بالنسبه لباقي الاعضاء هذا الكلام ينطبق على الوكيل وعلى الاعضاء وعلى تحت السن. لابد تفكر مين اللي بتختاره، ما فيش واحد يملأ ارادته عليه. تركيز في الاختيار ده مهم جدا، لان الانتخابات ليها ظروفها، وانا اتمنى ان ما تجيش بالشلاليه. الشلاليه بمعنى ان انا ليا تكتلات، يعني تكتل جماهيري جابني وانا راجل لا افقه شيء او ماليش في الرياضه او يعني حضرتك بتوجه للجمعيه العموميه ان احنا دي فرصه ان احنا هنختار مجلس اداره لمده 4 سنين يقود سفينه النادي الاسماعيلي الى بر الامان. اتمنى التوفيق لحضرتك وجميع الاعضاء، وشكرا على وجودك معانا في الموقع الاسماعيلي سي، والف شكر. تحياتي الموقع وتحياتي الجماهير الاسماعيليه. شكرا يا فندم.